طبعا احنا عارفين الاسعار كلها ولعت، مش نار، لا الاسعار ولعت. دلوقتي احنا لو هنتكلم على ارخص سكوتر في مصر فهو الحو ار 8، والسكوتر ده ليه شعبيه جامده جدا 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 جدا. بصوا من هنا للصبح. ليه بقى؟ لان الموتوسيكل ده اول ما كان نازل خالص يا جماعه كان ب 13 و14 الف جنيه. فكوكم ان احنا النهارده بنتكلم في السكوتر ده سعره 21 ونص و22 الف جنيه. لا احنا مش بنتكلم في كده خالص، احنا بنتكلم السكوتر ده كان ليه شعبيه لما كان ب 13 و14 الف جنيه. طيب هتيجي تقول لي يا اسامه ايه السكوتر ده مميزاته وليه هو ليه شعبيه؟ ده اللي هنعرفه بعد الانترو. لايك وسبسكرايب ويلا بينا نبدا. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات. احنا فين النهارده يا عمرو؟ اكتوبر. فين؟ اكتوبر. النهارده احنا في فرع اكتوبر. اي عميل في اكتوبر في الجيزه يشرفنا وليه خصومات كويسه جدا ان شاء الله. النهارده بقى هنتكلم على الحته الحلوه اللي قدامنا دي الار 8. وليه الناس كلها بتتكلم على الموتوسيكل ده؟ لان الموتوسيكل ده يا جماعه حجمه صغير، بينفع للبنات، بينفع للناس اللي هي مشاورها قريبه، مش موتوسيكل هتسافر بيه هتقطع مشاوير بيه بعيده. لو انت حاجتك جنب البيت هتقدر تستخدم السكوتر ده في مشاوير كويسه جدا. اول حاجه الموتوسيكل اللي قدامنا ده 150 سي سي، بيطلع 8.5 هورس باور. طبعا الرقم ده هتستغربوه شويه، هو رقم قليل بس في سكوتر الموضوع معقول شويه. طبعا الموتوسيكل ده واحد سلندر، موتوسيكل حجمه صغير شويه، هقعد لكم برضو عليه. هو تحس ان هو مرفوع. شكلي عامل عليه ازاي يعني؟ بصوا تحس انا قاعد، بص مش طايل كلها يعني، عادي اهو تمام. وعديتي اهو للدركسيون. طبعا انا بالنسبه لي هيبقى رخم جدا. شايفين الدركسيون عامل ازاي؟ بالنسبه لي انا طويل 182 عشان الناس كلها اللي كانت بتتكلم على الطول. بص طبعا بالنسبه لي طبعا هفتح رجلي كده عشان اسوق، ودي مش حاجه الاساسيه بالنسبه لي. الجنوط الاماميه جنوط 12 والجنوط مستحمله مش بتتكسر. الكاوتش اللي قدام طبعا زي ما انتم شايفين. سيستم الفرامل قدام على طنبوره وجهاز. الموتوسيكل الوش بتاعه هنلاقي الفانوس العادي، وفي لينس هنا، وفي ليدات لونها لبني. العداد بتاعه عادي مفيش ديجيتال ولا حاجه. يعني الموتوسيكل ده ممكن يجيب معاك مثلا 80 90 اقصى سرعه. وهنا القعده بتاعته واسعه وممكن تحط كيسه او شنطه. طبعا نيجي على الشلته. هنا الشلته بتاعته مش وحشه، اوريها لكم برده، حجمها صغير شويه زي ما انتم شايفين كده. الموتوسيكل السعه اللتريه بتاعه تخزين التانك 5 لتر ونص، ودي احسن حاجه في السكوتر ده ان هو سعه التانك كويسه جدا. طبعا حاطين لك هنا راك خلفي تقدر تحط عليه توب بوكس او حاجه. هنيجي هنا للفانوس اللي ورا، حجمه كبير نسبيا، في هنا في النص، وهنا الاشارات يمين وشمال، وده الراك وده الجاكمان. الموتوسيكل على 2 مساعد خلفي و2 مساعد امامي، وبرده دي من الحاجات المميزه للسكوتر ده ان هو 2 مساعد. وطبعا الموتوسيكل اوحش حاجه فيه الفرامل بتاعته على واير ورا، مع ان في ناس كتير قوي بتحب عمرو الحوار اللي هو تبقى على واير فرامل. انا من الناس اللي ما بحبش الموضوع ده، بحب دايما ان هي تبقى على ماستر فرامل او سي بي اس. طيب تعالوا بقى نفتح الشنطه كده نوريها لكم. الشنطه بتاعته كويسه جدا، بتشيل خوذه مرتاح. شايفين حجم الشنطه عامل ازاي؟ عميق جدا. وزي ما احنا شايفين كده برضو المنافله في الموتوسيكل ده او الموديل ده. طبعا الموتوسيكل ده التبريد بتاعه تبريد هواء. الموتوسيكل ده باختصار، عشان في ناس برضو بتقول انا ليه بقول كلمه موتوسيكل، انا دي على لساني مش اكتر. السكوتر ده عامه هينفع ناس كتير جدا لو هي بتلف في مناطق صغيره كومباوند، مش عايزه تتعب نفسها وفي نفس الوقت عايز تركب حاجه خفيفه. موتوسيكل الوزن بتاعه مش تقيل، وزنه 115. فبرضه السن الصغير، طبعا السن الصغير ده اللي هو طلع رخصه عشان نبقى ماشيين قانوني والسيفتي بتاعك، فالسن ده هينفعه جدا. لو بنات بتدور، ناس كبيره بتدور، السكوتر ده هينفعهم جدا. لو كان السكوتر ده لسه ب 13 و 14 الف جنيه كان لسه هيبقى فيه ضجه كويسه جدا للسكوتر ده. بس طبعا عشان احنا بنصور الحلقه دلوقتي احنا في شهر 11 في 2022، فطبعا الاسعار غاليه، فالسعر بتاعه من 21 ونص 22، وممكن يعلى، الله اعلم الاسعار عامله ازاي، بس ان شاء الله خير. ودي بقى حكايه ارخص سكوتر في السوق المصري. اشوفكم دايما بخير، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب جامد. اشوفكم على خير، باي باي.